اهلا بكم من جديد. النهارده باذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناه الناقله لمباراه نادي القوه الجويه ضد نادي الكرخ في مباراه الجوله الرابعه من بطوله دوري نجوم العراق. لكن قبل ما نبدا اتمنى من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه علشان تقدروا تتابعوا كل مواعيد مباريات الدوري العراقي القادمه بمشيئه الله تعالى. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد، ويلا بينا نتعرف مع بعض على تفاصيل هذه المباراه. نادي القوة الجوية في مباراة الجولة الماضية من الأسبوع الثالث من بطولة دوري نجوم العراق استطاع أن يحقق المكسب بنتيجة 2-1 أمام نادي نوروز علشان يحافظ نادي القوة الجوية على صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد ما حقق المكسب في 3 مباريات على التوالي. بينما على الجانب الآخر نادي الكرخ في مباراة الجولة الماضية من الأسبوع الثالث تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 أمام نادي أمانة بغداد علشان يكون نادي الكرخ في ترتيب المركز التاسع من ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 4 نقاط بعد ما لعبوا أيضا 3 مباريات. حقق نادي الكرخ المكسب في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في مباراة. واخر مواجهات نادي الكرخ بنادي القوة الجوية استطاع نادي القوة الجوية ان يحقق المكسب بنتيجة 2-1. وفي المباراة القادمة من الاسبوع الرابع من بطولة دوري نجوم العراق هيستضيف نادي الكرخ نادي القوة الجوية على استاد احمد راضي يوم الجمعة القادمة الموافق 10/11/2023. المباراة هتنطلق الساعة 2 مساء بتوقيت العراق عبر قناة العراقية الرياضية. بكده يبقى اتعرفنا مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة. في النهاية طبعا نتمنى التوفيق للفريقين في المباراة القادمة، واتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. يا ريت طبعا تشاركونا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.